عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنبدأ كده بالصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. متنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم من كل جديد. وهنبدأ كده نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام زي ما احنا متعودين. ولايك بقى حلو منكم كده، ودعوة حلوة هي كده، والبنت ان ربنا يشفيها ويعافيها يا رب من اللي هي فيه، علشان يا حبيبتي دايخة بها والله عند الدكاترة، ورحت بها طنطا وكده، عشان كل ما تيجي عم تاكل يعني وكده اجي اكلها مثلا بطاطس مهروسة، تفاح مهروس، شوفان، سمسم، مش عارف ايه، تتعب مني وتعمل حمام. طبعا الحمام اللي هو البراز، فلما تيجي تعمل حمام الحمام بتاعها بيعمل لها التهابات من تحت منها، يعمل لها التهابات من تحت منها، فمن كتر الالتهابات من تحت بتطلع بالدم، بتبقى عامله زي الشقاقه كده، عامله زي التشقق زي السكينه كده، ممكن صوابعك مشققه من السكين فبتطلع من الدم. فده يخاف بيها والله عند الدكتور يقول لي، قال لي روحي جلديه، رحت جلديه، كتب لي سقسقه ومرامين بعمل لها بيهم، بدهنها بيهم يعني، والحمد لله هدت شويه. تيجي بقى مثلا اجي ابدا اكلها ولا ابدا اعمل اي حاجه من ديت، تعمل حمام، ترجع الدنيا ترجع تاني بعد ما كانت الدنيا حلوه والدنيا معاها تمام، ترجع تاني. فلحد دلوقتي والله انا مش عارفه اعمل ايه معاها، يعني مش عارفه اكلها ايه وما اكلهاش ايه. فاخر ما زهقت بقى في ناس قالوا لي روحي طنطا بيها الرعايه، علشان روحي طنطا بيها يعني هناك اكشفي لها وهم هيقولوا لك هتعمل ايه. فعلا رحت طنطا وحولوني على سوق التغذيه وكشفوا عليها وقالوا لي ادوني ميعاد، يعني رحت 17/1 كنت هناك الاسبوع اللي فات، وقالوا لي فعلا ان هي كده ممكن تكون فعلا الاكل اللي بيتعبها مش من اللبن. هو الاول كان من اللبن، كان الدكتور قال لي من اللبن، وغيرت لها فعلا نوع اللبن، والحمد لله جت على اللبن ده اللي هو ده، مشيتها على ده، هو ب265. كنت بديلها نوع تاني ب180 كده بس مش فاكر اسمه بصراحة، فقال لي لا غيريه وتدا. فبقيت ماشيه على ده لغايه ما تمت لغايه الوضع اللي احنا فيه دلوقتي. هي ما شاء الله عندها 9 شهور ماشيه فيهم، فانا ماشيه على اللبن ده. فطبعا دلوقتي الحل مش من اللبن، هو اللبن خلاص الدنيا انظبطت معاه والدنيا تمام، مش من اللبن. المشكله بقى دلوقتي الاكل. لما بدات اللي انا اكلها لما تمت ال9 شهور، لما تمت قصدي 6 شهور، رجع بقى الحوار تاني زي ما قلت لكم، التهابات واللي انا بقول لكم عليه ده. فانا مش عارفه اعمل معاه ايه، حتى بقول له طب اكلها زبادي وعليه شوفان مثلا ولا على اي حاجه، مش راضي، بيقول لي لا الزبادي غلط على بنتك، مش كل الاطفال زي بعضها. قال لي الزبادي غلط عليه، هي ما عندهاش حساسيه قلبان يا جماعه، عشان اللي يفكر اللي هي عندها حساسيه قلبان، لا هي ما عندهاش حساسيه قلبان، عشان انا عملت لها التحاليل والحمد لله ما طلعش حساسيه قلبان، بس هو بيقول لي عندها حساسيه جهاز هضمي، الجهاز الهضمي بتاعها مع القولون حساس جدا، فبيتحسس من اقل حاجه. فانا بقى ماشيه على اللبن ده والحمد لله هي مرتاحه عليه، بس المشكله في الاكل. يعني انا عندنا شوفان اهو مطحون، طحنا لها الشوفان ده، انا طحنا لها الشوفان ده وبحطه لها مثلا على شوربه خضار، بحط لها منه معلقه، على تفاح مهروس، على بطاطا، على صفار بيضه وكده، ما مفيش. يعني انا جايباه وطحناه وحطاه في البرطمان وحطاه جنبي، مفيش. حتى انا عامله لها هنا سمسم برضو، جايبه لها سمسم، مش مقصره معاه والله باي حاجه، جايبه لها سمسم اهو طحناه برضو زي ما عملت مع الشوفان، وطبعا ركناه برضو جنبي هنا اهو. فانا والله مش عارفه اعمل ايه، فما قلتلكوش بقى، ما كملتلكوش. انا رحت طنطا فقالوا لي طالما المشكله مش من اللبن، وهي فعلا كده المشكله مش من اللبن، المشكله من الحمام، اعملي تحليل حساسيه طعام. انا فعلا حبست بحثت على النت ودخلت سألت دكتور على النت، قال لي في فعلا، قال لي فعلا في اطفال كده بس بتبقى نادرة قوي، وانت بنتك بتظهر من الحالات النادرة، فلو كده اعملي لها تحليل حساسية طعام. بس انا خدت كلامه، يعني اللي هو لو كان الدكتور بتاعها قال لي فكنت عملته، وانا فعلا سألته قال لي مفيش، يعني قال لي حالتها كويسة ما تعملهوش. بس لما يجي نبقى في الحوار ده، فانا طبعا مش عارفة اعمل ايه بصراحة.
مش عارفة يعني مش عارفة اعمل ايه، والله ما عارفة اعمل ايه. فطلبوا مني تحليل حساسية طعام، فجيت سألت على التحليل قالوا لي ب900 جنيه، طبعا غالي. فتبع التأمين انا مش عارفة اعمل ايه. هو كتب لي جواب تبع التأمين، بس انا برضو مش عارفة اعمله تبع التأمين ازاي. فانا قلت اغير الدكتور اللي انا كنت ماشية معاه، فربنا المستعان بقى، قلت اغيره واشوف دكتور تاني. فشفت سمعت عن دكتور تاني يعني وكده عندنا في المحل كده على الشغل، فهروح له واضطر ان انا اعمل التحليل عشان برضه اتاكد يعني برضه هو فعلا من الاكل ولا ايه، عشان ما بقاش مقصره معاه. عشان لما اجي اروح له انا كده كده في الحالتين انا هعمل التحليل، لا سواء هعمله قبل ما اروح للدكتور سواء اعمله بعد، عشان اللي انا اطمن. انتوا فاهمين قصدي يعني، انا كده كده في الحالات كلها انا هعمله. فقلت بقى هروح للدكتور الاول اكشف كشف، هو دكتور جديد لسه يعني، هروح اغير الدكتور اللي ماشيه معاه. فقلت هروح للدكتور ده اشوفه هيقول لي ايه. ففي الحاله ديت هعمله، هروح الاول واعمل التحليل. ومش عارفه والله، فاللي حالته زي حاله بنتي كده يا ريت يعرفني ويطمني، عشان والله يعني ماليش نفسي اعمل اي حاجه خالص، ومتضايقه وقرفانه والحمد لله على كل حال، برضه احنا احسن من غيرنا. يومي بقى النهارده عايزه اقول لكم، انا طبعا مروقه مطبخ اهوت. مروقه ايه مش عارفه والله اقول ايه. فالحمد لله على كل حال. انا طبعا كنت عامله كشري مصري، انتم عارفين طبعا قلبان الكشري المصري، رغم ان انا مش عامله حلال كتير يعني. أنا الطاسه اللي عملت فيها المكرونه، اللي قصدي الطاسه اللي عملت فيها البصل، هي اللي عملت فيها الشعريه والرز، وهي وفضيتها وعملت فيها بقى المكرونه. يعني انا يعتبر برضو المكرونه لوحدها هي اللي مخلتش مني حله، اما التعسول حله والدقه حله والشطه حله والرز حله. فطبعا شايفين المنظر، شايفين. اخلص بقى كل ده. طبعا دي العلبه دي تتغسل، طبعا ازاز الميه تتغسل. انا نسيت اقول لكم انا عملت تغيير في المطبخ. انتم طبعا كنتم شايفين التربو ده كان جنب هنا جنب الحوض، وطبعا انا عايزه فيه مكرونات وحاجات وكده. فقلت اللي يخليني عين فيه مكرونات وحاجات، قلت ايه والصهد وكده. فقلت لا انا هغير بقى عشان ما فيش ميه تخش فيه تبوظ الحاجه او صهد الفرن او كده. فانا قلته هنا وجبت الباسكت هنا، بس الباسكت انا غسلاه وحطاه يعني في الحمام يتهوى ينشف يعني، يصفي ميته، وبعدين طلعته قدام باب الشقه عشان ينشف الهواء. وطبعا دي بطاطا انا جايباها عشان اعملها، كنت جايبه منها شويتها وما فاضلش الا 2، قلت اعملهم صينيه كده على قد عشان جوزي ما بيحبهاش. طبعا ده المنظر بقى وانا بغسل بره. يعتبر ما فيش حاجه عندي وسخه الا المطبخ بس، الشقه كلها نظيفه الحمد لله ومتروقه، وما عنديش غسيل الحمد لله، المقلب اللي في الغساله بس والجوجيت بتاع جوزي، وما عنديش غسيل يعني ما عنديش حاجه. المطبخ بس اللي ورايا، اغسل بقى المواعين دي واشطب وارجع لكم. خلصت اهوت يا حبايبي، بصوا خلصت طبعا المواعين، شايفين مواعين قد ايه، شايفين من الكشري. خلصت اهوت والحوض شطفته ومفيش اي حاجه، وحطيت الباسكت وعلقت المريله ومسحت البوتاجاز. شايفين المواعين، وده طبعا دي الببرونه بتاعت اللولي بغلي فيها الببرونه، والرخامه مسحتها طبعا، ومسحت شلت المشاية، شلت طبعا ديت نفضتها، وشلت المشاية نفضتها، وكنست المطبخ ومسحته، وطبعا مسحت الحمام. وهنا طبعا دي حته كده انا قلت لكم حطاها ملايه علشان مفيش حاجه، دي مش عارفه بقى ايه دي اللي في الارض، عايزه ابقى اشيلها وابقى اغسلها. وكويس اللي انا حطاها عشان السجاده ما تتبقعش، لما ابقى اجيب حافظه للانتريه واشيل الحافظه اللي في الانتريه احطها في الاطفال في الصاله، فاهميني. انت طبعا غسل اهو،
ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. باي.